ازيكم يا شباب عاملين ايه؟ غالبا الفيديو ده هينزل لك قبل رمضان بيوم ولا يومين. لو نزل لك في رمضان فده هيبقى بسبب ان النت خلص، وعشان كده رمضان كريم علينا كلنا، ودي فرصه للعيال ولاد اللي بيضربوا كل يوم. لكن المهم تخيل انك قررت تدخل عالم الجيمنج، فتيجي تسال السؤال المصير: اجيب بي سي جامد يشغل كل حاجه باعلى اداء، ولا لابتوب جيمنج انقل بيه الجهاز في اي حته؟ اللي عامل بي سي احسن وارخص. لا 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 لا، اللابتوب بكل حريه وراحه. بس انتوا الاثنين انتوا الاثنين اسكتوا خالص. سيبك بقى من الاثنين دول وركز معايا، مين الافضل فعلا؟ واهم من كده، انت المفروض تشتري ايه؟ ما تقلقش، الفيديو ده هجاوبك على كل حاجه، هنقارن الاداء، السعر، الترقيه، الراحه، وهنشوف في النهايه مين اللي يستاهل فلوسك. فجهز نفسك ويلا بينا نبدا الفيديو. بص، اول حاجه كده احنا هنركز على الاداء والالعاب، بمعنى مين الاقوى في الجيمنج. لو بتدور على افضل جهاز للالعاب فاكيد اهم حاجه عندك هي الاداء والفريمات. والسؤال هنا: مين اللي هيشغلك الالعاب باعلى فريمات وافضل استقرار، بي سي ولا لابتوب؟ تعال نشوف الارقام. لو جبنا بي سي جيمنج ولابتوب بنفس المواصفات هنلاقي ان البي سي دايما بيكسب بسهوله. ليه؟ لان كروت الشاشه في اللابتوب بتكون نسخه اضعف من موجوده في البي سي، وعاده بتكون سرعتها اقل عشان الحراره ما تخنقش الجهاز. مش بس كده، البروسيسور في اللابتوب كمان بيكون اضعف من نسخه البي سي، لانه لازم يستهلك طاقه اقل وما يسخنش بسرعه. فحتى لو نفس اسم المعالج، اداؤه في اللابتوب بيكون اضعف بنسبه 20 ل 30%. وعشان كده من الالعاب اللي بتحتاج اداء ثابت زي سايبر بانك وور زون وفورزا هورايزن، هتلاقي ان اللابتوب بعد فتره يبدا يسخن جدا، والمراوح تشتغل باقصى سرعه، والفريمات بتنخفض مع الوقت. اما البي سي فالتبريد فيه اقوى، مش هتحس بانخفاض الاداء حتى بعد ساعات من اللعب. يعني لو بتدور على اعلى اداء وافضل فريمات باقل سعر، فالبي سي هو اللي هيكسب بسهوله. بس هل الاداء هو كل حاجه؟ لا طبعا، خلينا نشوف السعر مقابل الاداء، وهنا الموضوع ممكن يكون مختلف شويه. هنا بقى نيجي لأهم نقطة عند أي حد فينا، وهي السعر. لأن في النهاية مش مهم الجهاز يكون صاروخ، لو فلوسك مش هتكفي حطها. تعال نبص على الأرقام. لو عندك ميزانية 30,000 مثلا أو ما يعادلها بالدولار، تقدر تجيب بيهم واحد من دول: لابتوب جيمنج بمعالج i7 وكارت RTX 4060، أو بي سي جيمنج بنفس المواصفات بس أرخص بحوالي 20%. طب ليه البي سي أرخص؟ لأن اللابتوب بيشمل حاجات إضافية زي البطارية والشاشة والكيبورد، والحاجات دي بتزود السعر حتى لو مش بتأثر على الأداء مباشرة. يعني حرفيا بتدفع ثمن الحرية والتنقل. لو مش هتاخد اللابتوب معاك في اي حته فانت كده بتحدف فلوسك من الشباك. كمان في البي سي تقدر تجيب كارت شاشه اقوى بنفس الفلوس، لكن في اللابتوب انت محكوم بالمواصفات اللي الشركه حددتها لك، ومفيش ترقيات للكارت نهائيا. يعني ببساطه لو عايز اقوى اداء باقل سعر، البي سي هو الفايز هنا بدون مناقشه. بس هل ده معناه ان اللابتوب وحش؟ مش بالضروره، لانه بيديك ميزه انت اللي البي سي عمره ما هيقدر يوفرها. طيب يا نجم، تخيل معايا انك جبت جهاز جيمنج وبعد سنتين بدات تحس ان الاداء مش زي الاول. دلوقتي السؤال: تقدر تطوره بسهوله ولا لازم تبيع كليتك؟ في حاله البي سي الجيمنج الموضوع سهل جدا، ممكن تفتح الكيسه، تزود رام، تركب SSD كده وبس. لا، بوشكاش محفوظ بيضحي النهارده. تغير كارت الشاشه، وحتى تحدث المعالج لو المذر بورد بتدعمه. يعني الجهاز معاك زي العربيه، لو عاوز تطوره تقدر تطوره خطوه بخطوه. اما اللابتوب فالموضوع مختلف شويه، واقرب لشراء موبايل جديد كل فتره. معظم اللابتوبات الجيمنج الوحيده اللي تقدر تطورها هي الرام والSSD، اما البروسيسور وكارت الشاشه مفيش امل. يعني بعد كام سنه لو الاداء بقى ضعيف، الحل الوحيد غالبا هو انك تجيب لابتوب جديد بالكامل. طب والصيانه؟ اللابتوب معروف انه بيتعامل مع الحراره بصعوبه، وبعد سنتين من الاستخدام هتلاقي ان المعجون الحراري ناشف اكتر من الفول المدمس، هتضطر تفكه وتغيره، وده مش سهل زي البي سي، لانك ممكن تلاقي نفسك بتفك نص الجهاز عشان توصل للبروسيسور. اما في البي سي الموضوع بسيط جدا، تفتح الكيسه، تفك المشتت، تحط المعجون جديد، وترجع كل حاجه مكانها في 5 دقائق. يعني حرفيا الصيانه ارخص واسهل واسرع. فلو بتفكر في المستقبل وعايز جهاز تقدر تطوره ويعيش معاك سنين، فالبي سي هو برضه اللي هيكسب. بس اللابتوب لسه عنده ميزه مهمه: التنقل والراحه. هل يستحق التضحيه بالترقيه؟ ده اللي هنعرفه في الجزء الجاي. طيب دلوقتي احنا عارفين ان البي سي اقوى وارخص مقابل للترقيه، فهل ده معناه ان اللابتوب ملوش لازمه؟ طبعا لا، اللابتوب عنده ميزه قاتله وهي التنقل والراحه. يعني تخيل معايا لو انت واحد بتسافر كتير في الحلم طبعا، بتتنقل بين اماكن مختلفه، او حتى بتحب تلعب وانت مرمي على السرير زي الملوك، فاللابتوب هنا هيكون حل سحري. اما البي سي حاول كده تاخده معاك في الجامعه او الكافيه، هتبقى ماشي بشنطه فيها كيسه، شاشه، كيبورد وماوس، والناس تبص لك كانك. كمان اللابتوب مش محتاج كابلات كتير، مجرد تشحنه وتفتحه وتلعب على طول. اما البي سي فلازم كهرباء وشاشه وكيبورد وماوس وسماعات وسلك نت، يعني قبل ما تلعب بتحتاج تاخد معركه تركيب الاسلاك. لكن هنا في مشكله: الراحه في اللابتوب بتيجي على حساب حاجتين مهمين. الشاشه صغيره، يعني لو متعود على شاشه 27 بوصه 144 هرتز هتحس انك رجعت تلعب على PSP. الكيبورد والتاتش باد مش الافضل للالعاب، وغالبا هتحتاج ماوس خارجي عشان تلعب كويس. فلو انت من النوع اللي بيحب الحريه وعايز جهاز متنقل، فاللابتوب هيكون خيار عملي جدا. لكن لو مش فارق معاك التنقل وعايز اقوى اداء وافضل تجربه العاب، يبقى البي سي بلا منازع. لكن السؤال الاخير والاهم: انت المفروض تشتري ايه؟ ده اللي هنجاوب عليه في الجزء الجاي. لا والله خلاص، ده اخر جزء جاي. بعد الكلام ده
هنا بقى السؤال الكبير، انت المفروض تشتري ايه؟ هل البي سي جيمنج ولا لابتوب جيمنج يستحق الفلوس اللي هتدفعها فيه؟ تعال نبسطها. لو انت بتدور على اعلى اداء، ترقيه سهله، تكلفه اقل، فالبي سي هو الخيار الافضل بلا منازع. اداء اعلى، سعر ارخص، ترقيه في اي وقت، وصيانه اسهل. اما لو انت شخص دايم في الحركه، بتتنقل كتير وعايز تلعب العاب في اي مكان، فلابتوب الجيمنج هيكون الحل المثالي. بس لازم تبقى مستعد انك هتدفع اكتر مقابل نفس المواصفات، وهتكون محدوده في الترقيه مستقبلا. يعني ببساطه، لو بتلعب وانت ثابت في مكان واحد، البي سي هو الملك. لو بتحتاج التنقل وعايز تلعب في اي مكان واي وقت، اللابتوب هينفعك كتير. في النهايه القرار بيرجع ليك، انت هتختار ايه؟ شاركنا رايك في الكومنتات، ما تنساش اللايك والسبسكرايب عشان فيديوهات اكتر عن الهاردوير والجيمنج. وممكن في الخباثه كده ابقى انزل حاجه بعيده عن الهاردوير شويه، نفضفض مع بعض. وبكده نكون جاوبنا على السؤال الكبير، من الافضل الالعاب بي سي ولا لابتوب؟ لكن في النهايه القرار بتاعك انت، كل واحد له احتياجاته، ولو عرفت ايه اللي يناسبك اكتر مش هتندم على اختيارك. قبل ما نقفل الفيديو قول لي في الكومنتات انت مع اي فريق، البي سي ولا فريق اللابتوب؟ لو عجبك الفيديو ما تنساش اللايك والسبسكرايب تاني عشان الفيديوهات الجايه هتكون اقوى واقوى. وبس كده يا عم، هو ده فيديو النهارده، سلام.